شخص يتم الثقة من خلاله من قبل أعضاء شرف نادي الهلال. اتضحت الرؤية لأمير نواف بن سعد، يعني أيامه القادمة تبدو قليلة على الأقل من خلال وجهة نظره بالنسبة لرئيس نادي الهلال. كابتن أسامة هوساوي لاعب النادي الأهلي، وحييك كابتن أسامة، مبروك الفوز. الافراح تتوالى على مستوى النادي الاهلي، بطوله الدوري، الوصول الى نهائي اغلى الكؤوس على مستوى كاس الملك. واضح انه الاراده موجوده السنه هذه، المعنويه اكثر ارتفاعا، العطاء داخل الملعب. الدليل على ذلك كابتن حتى في اشواط الارهاق اللي يسمونها اشواط الاضافيه الاهلي يعطي اكثر. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قبل ايام قليله حققنا بطوله الدوري، واليوم تاهلنا على نهائي سيد خادم الحرمين الشريفين. اتمنى ان شاء الله ان نحققه. يعني الحمد لله موسم كان صعب صراحه، مو سهل، قدمنا فيه كل ما عندنا، توجناه بالبطوله، وان شاء الله يعني نختم هذا الموسم بكاس الملك. وايضا عندنا يعني تصفيات كاس اسيا، عندنا امل ايضا في حال هزيمه العين، وان شاء الله يكون لنا امل ان نتاهل. كابتن مجريات المباراه اليوم، اول 4 دقائق او 5 دقائق 4 ركنيات الهلال من خلالها هدف، تراجع من الاهلي ام انه جس نبض لفريق الخصم؟ لا شوف، يمكن رغبه الهلال طبيعي بعد اللي حصل تكون يعني اقوى من رغبتنا. يعني تعرف احنا اخذين فايزين ضد الهلال وفايزين عليهم في المباراه السابقه، اكيد بيجوا برغبه اكبر. فعلا ما كنا يعني مركزين دائما في كره القدم، اول 10 ربع ساعه ما كنا مركزين فيها، ولكن بعد كذا قدرنا نرجع للمباراه الحمد لله، والشوط الثاني قدرنا نسجل. وعلى زي ما قلت يعني الحمد لله الشغل اللياقي ومستوى اللياقي عندنا على مستوى عالي الحمد لله. كابتن استغلال نقاط الضعف وين كانت؟ جروس في الشوط الثاني يختلف دائما وضع الاهلي عن الشوط الاول، ركز على ماذا اليوم تحديدا؟ يمكن تعرف بعد ربع ساعه و10 دقائق نزل مهند لعب بمهاجمين ولعبنا ب3، يعني خلاص يعني زي ما تقول خاربه والحمد لله يعني التغيير كان في محله، قدرنا يعني نسيطر على اغلب فترات المباراه. الاهلي يعني هاجس المشجع انه ينسى اللاعب الاهلاوي قضيه الدوري ويركز في الكاس، كونه يلعب الان في النهائي امام فريقين كبار مثل النصر والاتحاد. فعلا يعني هذه المباراه كانت صعبه لنا، يعني تيجي بعد بطوله الدوري وحلم، ويعني العالم كله كان ينتبه الدوري، حتى احنا خلاص يمكن الناس كانت خايفه ندخل هذه المباراه يعني زي ما تيجي، ولكن بالعكس يعني من ثاني يوم بعد يومين مباراه الهلال اجتمعنا مع الاداره واجتمعوا فينا والمدرب، يعني تعهدنا انه لا لازم نركز في هذه البطوله، طالما عندك فرصه انك تحقق ليش لا، يعني حلوه الانجازات ايضا لك كلاعب ولناديك. في سؤال في ذهني بس عارفك ما تحبه، نخليه لاخر الموسم. ان شاء الله حبيبي. صح؟ اكيد. يلا شكرا سامي. شكرا لأسامة هوساوي.